انا فكرت كتير جدا قبل ما احكي القصه دي، ولكن كان لازم يجي يوم واعترف. في 2018 في امتحانات الثانويه عامه بتاعتي كانت اخر ماده عندنا الجيولوجيا. الباب الخامس عندي في الجيولوجيا ما كانش متذاكر، اضطريت ان اروح امتحان الجيولوجيا ده وانا مطبق 3 ايام ورا بعض، ودي حاجه عمري ما انصح بيها. وللاسف اي غلطه كانت هتحصل في الامتحان ده كان معناه اني مش هدخل الكليه اللي بحلم بيها. خلصت معظم الامتحان وكان في سؤالين انا مش متاكد من اجابتهم تماما، وقلت ان انا هاخد بريك اروح اغسل وشي عشان افوق واعرف اكمل الامتحان. التويليت كان في الدور الارضي، فلقيت مدير اللجنه نفسه واقف جنب التويليت بحوالي بابين او ثلاثه وبيأمل للطلبه اللي نازلين انهم يعملوا اللي هم عايزينه ويغشوا. لقيت فيه كتابين مرميين على الارض، واحد كتاب الماده نفسها والتاني كانت مذكره مراجعه صغيره لنفس الكتاب. كانت خطوه واحده وابقى يعتبر قفلت كل الامتحان، ولكن وقف قصادي 3 حواجز. فكرت ان تعبت طريق طويل قوي وان الغش في الوقت ده كان هيضيع عليا مجهود السنه كلها، واحس في الفرحه كده اني بمثل قدام اهلي. الحاجه الثانيه حديث رسول صلى الله عليه وسلم اللي قال من غشنا ليس منا. الحاجه الثالثه الحديث القدسي اللي ربنا عز وجل قال فيه ان رزق كل واحد فينا مكتوب، وان اللي مش هيرضى بالرزق ده ربنا هيسلط عليه الدنيا يجري فيها زي الوحوش، وفي الاخر مش هياخد غير النصيب اللي ربنا كاتبه له. احنا في كل الحالات بتاعتنا بنحاول ناخد بالاسباب بس، وفي الاخر التوفيق بيجي بس من عند ربنا. قررت اني هطنش الكتابين وارجع اكمل الامتحان. الماده دي جبت فيها 59 ونص، وانا بكلمكم دلوقتي اتخرجت خلاص من كليه الطب. وترددت كتير قبل ما اقول القصه دي عشان انا مش بنظر عليك، مش بقول اني احسن منك، بس حاول ما تبداش حياتك وانت مش عارف تبص لنفسك في المرايه. ولو مشيت بالمبدا ده من وانت صغير اوعدك ان ربنا هيكرمك اكتر بكتير لو عملت حاجه تخالفه وانت لسه بتبدا طريقك في الحياه.